انت تعرفي ان علبة العصير دي فيها سم مش عصير، وانت يوميا بتديها لابنك بايديكي وما انتش واخده بالك من الموضوع. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير في سبيل نشر العلم وكل تستفيد. اسوأ حاجه ممكن تديها لابنك كل يوم هي العصاير الصناعيه، لانها مليانه سكر ومواد حافظه بكميه مرعبه، وده بيقفل شهيته تماما وبيأثر على نمو الطفل وبيعمل له فرط حركه وعصبيه، وما فيهاش اي قيمه غذائيه. فطبعا بتلاقيه في الاخر النتيجه انه مش عايز ياكل اكل صحي، فبالتالي بيبقى مش مركز وطول النهار مهايبر وبيتنط. ده غير بقى الالوان الصناعيه والنكهات المضره. يعني من الاخر بنديله حاجه تضره اكتر ما تفيده، وبعد كده ان احنا بنرجع نشتكي نقول للطفل نفسه مسدوده اليوم ما بياكلش وتركيزه قليل وعصبي طول الوقت. طب ايه الحل بقى يا دكتور؟ هو انا هسيبك؟ اكيد انا جايه عشان اقول لك الحل. هنحاول ان احنا نبدل العصاير الصناعيه دي، وجربي بقى يا اشطر ماما انك تعملي عصاير طبيعيه في البيت، او حتى ميه بفاكهه متقطعه. وحاولي دايما تقدميها لابنك في شكل حلو، في كوبايه حلوه، في طبق حلو، بمعلقه جديده، وغيري كل شويه عشان هو يحب ونظره يتشد ليها، وبكده نفيده بدل ما نضره. قولنا بقى في الكومنتات بتدي ابنك عصير صناعي ولا طبيعي، وما تنسيش تعملي شير عشان كل تستفيد.